كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صاحب الكرب أن يقول: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ده مش دعاء، ده ذكر. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. على سبحتك 100 مرة لو انت في حاجة مضايقاك من أي حد أو أي حاجة في الدنيا. وبفكرك إن سبحان الله وبحمده هي وصية ربنا للنبي لما يبقى عنده ضيق. ربنا بيقول: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يا صباح الخير على احلى اخوات ومتابعين. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حابه في الاول كده ان انا اشكر كل اخت نورتني واشتركت معايا في القناه. بشكرها جدا من قلبي، ويا ريت كل يتفرج على الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. قمت النهارده من النوم. اول حاجه عملتها، واحنا اتفقنا مع بعض عشان خاطر بند الغسيل ما يكترش عندنا، او نلاقي عندنا ثبت الغسيل قد كده وما بيخلص، ان احنا كل يوم نعمل دورة او دورتين، صبح او ليل، او صبح بس او ليل بس، على حسب بقى توقيتك وعلى حسب وقتك، علشان خاطر الغسيل عندك ما يكترش. فاول حاجة صحيت عملتها ان انا غسلت الغسيل. تاني حاجة دخلت المطبخ عشان احضر فطار، والحمد لله والشكر لله في اليوم ده ما كانش عندي فيه مواعين، فحضرت كده فطار سريع لان بصراحة الجو حر. فجبت بقى كده كانتالوب او شمام على حسب ما انتوا، او اناناس على حسب ما انتوا بتقولوا عليه يعني. وقطعت كده كام واحدة ليا انا والبنات، وحضرت لهم شاي بلبن، وعملت لهم جبنه بطماطم. الجو حر قوي، مش محتاج يعني في غنى عن ان احنا نقلي او نحمر بطاطس بقى، طعميه، فول، الكلام ده كله. عارفه تبقى صاحيه من النوم كده عايزه تاكلي اي حاجه مسكره، اي حاجه كده، بس طبعا من الفاكهه. بلاش الحاجات اللي هي بتبقى بتدي سعرات حراريه كتيره من غير لازمه يعني، فناخد السكريات احسن من الفاكهه. طيب خلصنا كده الفطار مع بعض، الشاي بلبن والجبنة بالطماطم. ابتديت هنا بقى اشوف انا هعمل ايه. انا ما عنديش في اليوم ده كان شغل الحمد لله. فقررت ان انا اعمل بقى كذا حاجة. استغلي وقت اجازتك. انا عارفة ان بيبقى بالذات للموظفة او بتشتغل، بيبقى يوم الاجازه ده بتبقى عايزه بقى تقضيه بقى ان هي تبقى مرتاحه. بس صدقيني لو نظمتي وقتك زي ما بقولك كده هتحسي ان الدنيا اخف بكتير. زي ما قلتلك الفيديو اللي فات او اللي قبله، النظام في كل حاجه بيريح. نظام في شغل، نظام في بيت، نظام في ان انا هبتدي مثلا اشوف مثلا انا بعمل ايه، سواء بيت زي ما قلت لك، او شغل او دروس او مدارس. كل الكلام ده، او مثلا نزول سوبر ماركت او سوق، النظام هيوفر لك وقت وجهد ولود، لود يعني وضغط عليكي. انت في غنى عنه، او اي ست بصراحة في التوقيت الصعب اللي احنا فيه ده في غنى عنه. النهارده بقى قلت هعمل ايه. كنت مطلعه حاجات شتوي كتير غسلاها، وكنت شايلاها على جنب لغايه ما اخلص اي شتوي قصادي، عشان هدخل الشتوي اسفه. واطلع الصيفي. فقلت بقى ايه بقى، فرصه قاعده اجازه النهارده، اطلعه وادخل. طبعا انا مصورتش معاكم كتير، وانا بس وريتكم بس ان انا شلت الحاجات، طلعت الشنط وشلتها ورصيتها، لاني بصراحه ما كنتش عارفه اصور كويس، لاني شايفين الفطار والله تحفه. كنت بتحرك كتير فما كنتش بصراحه عارفه ان انا اتصور رايح جاي كده. حسيت ان انا هبقى مزولاكوا وانا رايحه جايه كده. فاكتفيت بصراحة بمقطع ان انا بشيل
الحاجه من تحت السرير، الشنط من تحت السرير، وان انا نظفت ولمعت كده، لان طبعا بتبقى مرتين في السنه موضوع التنظيف تحت السراير ده، بيبقى مره واحده مرتين، واحنا بنشيل الهدوم واحنا بندخل. وده اكتر حاجة خدت مني وقت في اليوم ده. عشان كده بقولك في اليوم هتعملي فيه حاجة زي كده هتاخد وقت معاكي. شايفين راحة جاية ازاي؟ عشان كده ما كنتش عارفة بصراحة اصور معاكم، فيدوبك اكتفيت بالمقطع ده ان انا اوريكم ان انا عملت شلت يعني الشتوي والصيفي. في اليوم ده بياخد معاكي وقت جامد قوي الشغل في موضوع الشتوي والصيفي او الدواليب عموما تاخد وقت كتير. فعشان كده بقولك تبقي محضره بقى فيه غدا ومظبطه فيه امورك، بحيث ما يبقاش وراكي كذا حاجه فتحسي انك بضغط وتعب وانك مش قادره. فالموضوع مش هياخد منك مثلا 3 أو 4 ساعات. لو انت مظبطه، انا كنت مظبطه الشتوي ومظبطه كل حاجه يا دوبك في رص الشنط بس. فعشان كده ما خدش معايا وقت جامد او وقت كتير. فانتي يا دوبك فالموضوع كله حتى انا بتكلم على التوتال كله ما خدش مني 4 ساعات حتى بغسيل السجاد. هنا بقى كان ده المشايات بتاعه اوضه النوم. قلت بما اني كده كده هنضف بقى وعايزه تنظيفه عميقه، وكل سنه وانتم طيبين داخلين علينا العيد. فقلت بقى بالمره انا مش بغسل سجاد الشقه عندي في البيت، انا بنزله للدراي كلين. لكن بغسل دول، بغسل الحاجات السجاد او المشيات الصغيره دول بتوع اوضه النوم، واي حاجه بقى على باب مطبخ على باب شقه بغسلهم في البيت، يعني بغسلهم في المطبخ عندي بيبقى اسهل ومش بياخدوا وقت جامد. هنا بقى دخلتهم كده في المطبخ. عايزه اقول لكم وانا بعملهم اصلا حصل موقف وحش قوي، وانا بقى في عز المعمعه عاديه وانا عماله اغسل واشيل واحط، الميه راحت قطعت، بس الحمد لله يعني انها جت وكملت بقيه غسيل الحاجه. لو وصلت لغايه هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش اللايك وكومنت حلو، عرفيني بتتفرجي عليا منين. وبجد مبسوطة قوي لما بصحى من النوم كده والاقي مثلا حد اشترك، حتى لو مجرد واحد بس اشترك يعني ببقى فرحانة ومبسوطة جدا بصراحة. بص انا بوريكم بقول لكم المية قطع، وكنت عارفة انا عاملة زي العيلة الصغيرة. الحمد لله بقى كانت جت هنا وابتديت اشوف بقية المشايات. ومتشجعة بقى لو عندك حاجات بسيطة زي كده ظبطيها ويعني وظبطي يعني يومك وقومي اعمليها كده وتشجعي معايا. وهنا تقريبا كنت خلاص، دي كانت تقريبا اخر واحدة عندي. هما مش كتار، هما 3. لا فاضل كده، فاضل واحدة تانية، فاضل واحدة تانية. هما مش كتار الحمد لله، يعني ما بياخدوش وقت. وقلت بقى بالمرة انزل الستاير، بس مش في الفيديو ده بصراحة. في هبقى اعمل لكم، يعني هبقى انزل لكم بقى الستاير والحاجة في فيديو تاني ان شاء الله، عشان تشجعوا كده معايا. ونعمل بقية روتينات كده مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. العيد بقى قرب كده، ونعمل بقى ان شاء الله بقية الحاجات مع بعض. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تفعيل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد. ما تنسيش اللايك الحلو بتاعك. والكومنت طبعا عشان اعرف انتي بتتابعيني منين. وشكرا لكل اخت بتتابعني وتدخل تشترك معايا. عايزه اقول لكم دمتم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.